السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الجراف اديتور. احنا اتكلمنا على الحركة اللي هو البوزيشن والسكيل والروتيشن، واتكلمنا عن نوعية الحركة اللي هو ايزي ايز او لينير بالكي فريم. النهارده هنتكلم بقى على السرعة اللي اقدر اتحكم فيها. طبعا احنا كنا ممكن نتحكم فيها عن طريق الوقت، يعني كل ما صغرت الوقت كل ما خليت الوقت وخليت الحركة اسرع. لكن لو انا عايز اخلي الحركة اسرع في جزئين من الوقت بنفس التوقيت، يعني انا عايز حركة في ثانية، عايز جزء من الثانية سريع ومرة بطيء، أتحكم في السرعة دي إزاي؟ وهنا بيجي دور الجراف إديتور. تعالوا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كومبوزيشن، خلي اللون مثلا أي لون، خليها مثلا فاتح شوية. تمام. لو أنا عايز أخلي هنا الشفافية، لو أنا عايز أخلي الخلفية، ده الكومبوزيشن بس على فكرة لما يجي يطلع بالكومبوزيشن يطلع بالشكل ده. دي الشفافية لو أنا عايز أخلي الخلفية شفافة. طيب أنا ممكن أعمل برضو الخلفية الباك جراوند، أعمل نيو سوليد واختار الباك جراوند اللي انا عايزها. ده كده اللي هتطلع في الفيديو لما يجي اعمل اكسبورت. اللي انا اظهره في الاول خالص مش ده اللي هيطلع بيه، اللي هيطلع هو الخلفية دي لازم يظهر هنا. يعني اي حاجة مش ظاهرة هنا مش هتطلع في الفيديو النهائي، فلازم الحاجات دي تظهر هنا. طيب انا خليت الخلفية بالشكل ده، ممكن اعمل طريقة ثانية. الباك جراوند، شايفين المربع؟ ممكن ادوس عليه مرتين، لما كان انزله مرتين بيعمل لي شيب، فممكن اخليها ده اخد الشيب على مقاس المشهد، واغير اللون الفيل اهو بقى شيب عادي خالص شكل، بس لما ابص مرتين اخد المقاس على طول بتاع الشكل. نخليه مثلا اي لون، نخليه مثلا اللون ده. تمام. طيب تعالى نعمل زي كورة، اعمل شيفت عشان يبقى الابعاد شبه بعض، واخلي الفيل او اللون مثلا، وخلي الستروك مثلا حاجة زي كده. طيب وخلي الانكر بوينت في النص. طيب عايز اعمل هنا بوزيشن. على فكرة اي حاجة انا هقولها تنطبق على بوزيشن سكيل روتيشن، يعني اي حاجة فيها كي فريم ينطبق عليه الكلام اللي انا بتكلمه دلوقتي، يعني او اشرح عليه الجراف اديتور. ده حركة لينير، اصغر الوقت خليها ثانية، وخليني اعمل ان بحيث اخلي البريفيو في الجزئية دي بس، انا مش عايز التوقيت ده كله في حاجة دلوقتي. طيب ده لينير، عايز اخليها اعمل ايه؟ اعمل على الكيبورد F9. وعلى فكرة بعض الكمبيوترات او اللابات لازم تدوس FN الاول وبعد كده F9. تمام. او تعمل كليك يمين وتعمل ايزي اس. تمام. ده كده ايزي اس بدأت بتهدئة وانتهت بتهدئة. طيب انا عايز بقى العب في السرعة. يعني ايه العب في السرعة؟ انا عايز بنفس التوقيت بنفس كل حاجة، عايزة تبدأ بطيء لحد هنا وبعد كده تكمل سريع. اعملها ازاي؟ هنا بيجي التحكم في السرعة. بعد ما حولتها ايزي ايز اروح للجراف اديتور. الجراف اديتور ده الرمز بتاعها زي الرسم البياني، ظهر لي الشكل بالشكل ده. طيب انا شايف ان الجزئيه دي بس اللي فيها الرسم البياني بقى فاضي، فانا عايز اركز بس على الجزء اللي انا فيه ده. ادوس على الفيت اول جراف تو فيو. يعني انا عايز ممكن اعمل بقى هنا الزوم ان وزوم اوت زي ما انا عايز. شايفين السلايدر؟ اعمل زوم ان وزوم اوت. طيب انا عايز كده كويس بالنسبه لي. لما انا فتحت جراف اديتور، ايه معنى الكلام ده؟ هو بدأ بتهدئة بسيطة. تمام، بدأ بتهدئة اهو، وخلى السرعة لحد ما تعلى وكده توطي. ده الايزي ايزي العادي. طب انا عايز اخليه يبدأ بطيء ويكمل بطيء لحد ما مدة معينة. شايفين الهاند ده؟
بصوا لو انا عملت كده، بصوا هو الكوره ما رجعتش ورا، لا هي الكوره هنا بقت ماشيه بطيء، فبدل ما كانت ماشيه سريع لحد هنا هي رجعت خطوتين ورا لان كل ده بطيء. تعال نعمل زوم لما اعمل بالماوس اللي هو الكوره. بص لما اعمل زوم شايف ان في كذا نقطه هنا بدأ بطيء. تعالوا نشوف نرجع تاني. شايفين كل ما حولت الهاند ده او السلايدر او اخلي الجراف بالشكل ده كل هنا بطيء على طول. بص تعالى نعمل مسطرة. شايفين هنا بدأ بطيء وكمل بطيء لحد مدة معينة وبعد كده سرع. فاهمين قصدي؟ كده انا اتحكمت في السرعة. طب انا عايز السرعة تبقى في النص شوية. شايفين اتحكمت في الهاند التاني. طيب انا عايز العكس. يعني العكس عايز يبدأ سريع وينتهي بطيء. امسك الهاند التاني تمام واعمله لحد فوق. تعالوا نشوف. شايفين بدأ سريع جدا وبعد كده ايه كمل بطيء. فانا اتحكمت في السرعة في التوقيت اللي انا عايزه بالطريقة اللي انا عايزها. يعني هو نفس الحركة نوعية الحركة اللي هو ايز ونفس المدة، بس انا اشتغلت عن سرعة الحركة امتى تبقى بطيئة وامتى سريعة، وانا اللي اتحكمت في حاجة زي كده. فالجراف اديتور مفيد جدا في حاجة في تحديد السرعة وانا شغال. طيب تعالى نعمل بقى تجربة على اللي احنا اتعلمناه لحد دلوقتي. تعالوا مثلا هنشتغل على البوزيشن والسكيل ونتكلم برضو على السرعة. طيب لو انا عايز مثلا تخيل دي كورة تمام وبتقف او بتقف يعني بتنط على زي ترابيزة من بلاستيك. خليني اوضح لكم احنا عايزين نعمل ايه. طيب انا عايز مثلا الترابيزة مثلا بالشكل ده وتخيل ان هي مطاط. تمام وانا شغال بفكر الشكل ده يبقى عامل ازاي، نوعية الخامة عشان بتفرق معايا في الحركة. طيب تمام. بصوا انا دلوقتي عايز اعمل سيلكت للشكل ده فبتلخبط وبدوس على الباك جراوند. طب الباك جراوند انت هتحركه في حاجة؟ الإجابة لا. بروح على الشيب تمام. شايفين القفل؟ بقول له ما تجيش جنبه حتى لو انا بعمل سيلكت ما تعملش سيلكت خالص. ده برضو مفيد وانا شغال بحيث وانا بختار دي ما يختارش معايا الشكل اللي ورا بالغلط. طيب انا شايف ان هنا محتاج اعمل روتيشن شويه بحيث يظبط. تمام. طيب تمام واعمل هنا زي رجلين واعمل مثلا بلون مختلف مثلا اسود. تمام واخليها مثلا هنا واخليها ورا الشكل ورا الترابيزه. اروح للشكل ده واعمل كنترول دي اعمل دبليكيت. لو انا عايز اعمل لشكل انا عندي بروح للشكل اللي انا عايز اعمله تكرار. تمام وبعمل كنترول دي هو دبليكيت. دبليكيت يعني بكرر الشكل مره تانية واروح على الكيبورد بعمل كنترول وبعد كده دي. طيب انا هنا عايز اعمل ايه؟ عايز اعكسه الناحيه التانية عشان انا بعمل رجلي. دلوقتي انا هتكلم لكم برضو على البلاجن ده بس خلينا نتكلم. انا دلوقتي عندي الكي فريم بالشكل ده. عايز اخلي الكي فريم اخليه مانوال لحد فوق لان انا عايز احرك بس رجلين كده فاثبت بس اللي فوق. بعمل الار. انا قلت لكم لو انا عايزين اعكس الناحيه التانية بعمل ايه؟ شايفين الار؟ انا كده ايه عملت روتيت.
طيب بقى عندي الترابيزة بالشكل ده. تعالى نعمل هنا الار، هنجيب الانتر بوينت ار كده، الترابيزة مظبوطة بنسبة كويسة. طيب أنا عايز إيه بقى؟ أنا عايز الكورة تنط وتطلع وتنط. إزاي أعمل الحركة دي؟ طيب أنا دلوقتي عندي الكورة أهي، تمام. أكبر الوقت شوية لحد مثلا ثانية 3 ثواني، تمام. الكورة من هنا لحد ما تنزل أعمل إيه؟ أعمل بوزيشن، أعمل حرف البي، اختصار حرف البي من الكيبورد، فبيجاب لي البوزيشن. هدوس على بوزيشن، تمام. وبعد ثانية مثلا عايزها تنزل هنا. حلو، تعالى نشوف الوقت. بطيئة جدا، إذا الثانية دي مدة كبيرة عليها، فأصغرها شوية، بقت الحركة أسرع، بس هي ما زالت لينير. فأروح أعمل كنترول 9 F9 على الكيبورد، أو أعمل كليك يمين كي فريم أسيستنت وأدوس على إيزي إيس. كده أنا حولتها إيزي إيس. بعدها شوية، بس انتوا واخدين بالكم محتاج ألعب فين؟ في سرعة الحركة. فأعمل إيه؟ أروح للجراف إديتور. بص الجراف إديتور عايز إيه؟ طب أنا أتخيل حركة الكورة أنا المفروض أعملها إزاي؟ دلوقتي أنا عايز الكورة تبقى سريعة جدا في النزول لحد ما تيجي تقع على إيه؟ على الترابيزة. فأكبر شوية النزول، تعال نشوف. كده إيه، بظبط الحركة. عايز إيه؟ بتبدأ شوية بطيء، وبعد كده تبدأ تسرع جدا لحد ما تخبط في الكورة. يعني هنا سرعتها هنا صفر، وسرعتها هنا صفر، تيجي في النص تبقى 100، اللي هي أقصى سرعة في النص. ولو أنا صغرت المدة شوية، طيب وبعدين عايز بعد ما تيجي تتخبط على الترابيزة دي تطلع تاني حركة ارتدادية. بس لما تيجي تطلع تاني بتطلع بمسافة أقل من المسافة اللي طلعت فيها، نزلت منها. شايفين؟ نبعد شوية الوقت. بس هنا لما طلعت ما طلعتش ليه؟ أنا مش عايز هنا بقى. بصوا، تعال نشوف هنا السرعة دي، السرعة التانية. لا أنا عايز تبدأ أول ما تيجي تتخبط، فأنا أعمل كنترول زد، هدوس على هنا. شايفين؟ دي أول ما تيجي تطلع تطلع بأسرع، أسرع سرعة عندها، وبعد كده بتبطأ بمقاومة الهواء. شايفين؟ بصوا هدوس على هنا، تمام، علشان يجيب لي بس إيه. تعال نشوف من الأول خالص. تمام. ليه هنا؟ أسرع حاجة أول ما تيجي تخبط تطلع على طول، بس بعد ما تيجي تطلع بتبدأ تقل سرعتها، إن هي مش هتطلع لحد فوق، تنزل مسافة أقل. فأول ما تيجي تخبط بتطلع فوق عالي، بسرعة عالية جدا. فعشان كده أنا عملت الجراف السرعة العالية فين في الأول، على عكس التاني. التاني بدأ تقل السرعة وبعد كده تنزل جامد وبعد كده تخبط. تعال نشوف. بعد ما طلعت تاني هتنزل مرة تانية.
أنا عايزك بقى وأنت شغال في الmotion تستخدم إحساسك في الحركة، الحركة دي تبقى عاملة إزاي. آآ فده مهم جدًا وأنت شغال، ده بيفرق من مصمم لمصمم تاني، في كده sense الحركة مش موجود، مش حركات position وscale وrotation وبس، فده نقطة مهمة جدًا. تعالَ نشوف طلعت، شايفين؟ لمّا ألاقيها نزلت، لأ نزلت مش ده النزلة اللي أنا عايزها، عايز ينزل أبطأ من كده. تعالَ نعمل الgraph editor، شُفت الgraph editor مهم إزاي؟ تمام، هنا عمل لي إيه، عمل لي النزول بسرعة جدًا، لأ تنزل بطيء. control Z، أنا عايز إيه؟ الحتة دي بس، الkey frame ده. شايفين؟ تعالَ نشوف الأول خالص. عملت إيه هنا؟ أول ما طلعت، طلعت بأعلى سرعة، بس لمّا تيجي تنزل، تنزل ببطء شوية، ببطء شوية وبعد كده تنزل أسرع. كده الحركة إيه، بانت طبيعية أكتر. تعالَ نشوف ده، نطلع هنا كمان، ييجي مثلًا على هنا، ونطلع مسافة صغيرة بحيث إن خلاص الكورة هتُقف. تعالَ نشوف، بُص لمّا طلعت، طلعت بإيه، ببطء، مش ده اللي أنا عايزه، لمّا تيجي تطلع، تطلع سريع. هاروح على هنا وأروح أخلّي السرعة أعلى حاجة، بُصّوا، وبعد كده تنزل تاني. لمّا نزلت، نزلت بسرعة، برضه نفس الفكرة. أخلّي السرعة هنا العكس، أخلّي تبدأ بطيء وتنتهي بسرعة. ونصغّر المسافة الزمنية. تعالَ نشوف كده من الأول. نبعد دي شوية. تعالَ نشوف الحركة. هنا الحركة هنا حاسس إن فيها خطأ. تعالَ نشوف. إمم. صار الوقت. الجزء ده طلّعها شوية، إن هي خلاص كده إيه، قبل ما تيجي تُقف، وبعد كده بتُقف خالص. تعالَ نشوف بقى الحركة. هنا المسافة كبيرة، نصغّرها. شايفين دي ممكن أعمل لها control أخلّيها linear عادي خالص. شايفين بتتحرك هنا كده إيه، ضبطت. في حاجات هنا بقى لو أنا خلّيتها linear، تمام، هنا باقول له ما فيش وقت هادئ قبل ولا بعد، أنا عايز أكنّها الحركة تبقى smooth خالص، ما تعملّيش أي مطبّات.
ففي بعض الkey frame هنا أعملها لو أنا عملتها linear زي الkey frame ده أنا مش عايز أخلّيه أي تهدئة ولا داخل ولا طالع، فظهر معايا بشكل. في واحد تاني كمان أهو ده، هاعمل control تعالوا شوفوا كده بقت الشكل إيه، أجمل بكتير. هاعمل إن هنا تعالَ نعمل preview بقت الشكل إيه كحركة كويس. طيب لسه فاضل sense إيه هي؟ الكورة أنا باتخيلها إن هي زي البلاستيك كده، فالبلاستيك ده المفروض لمّا تيجي تطلع وتنزل في الهوا بتاخد جسم الحركة، يعني وهي نازلة الكورة بتتمد شوية، وأول ما بتيجي تخبط في الكورة في الأرض بتعمل إيه؟ العرض بيعلى كأنها بتتطبق وبعد كده ترجع مرة تانية، فعشان يخلّي الحركة بتاعة الmotion عندي حلوة جدًا. إزاي أعملها؟ طيب قبل ما إزاي أعملها أفكّر الحركة تبقى عاملة إزاي. طيب أعمل هنا إيه؟ عايز أعمل الscale أعمل shift S كده أنا باضيف الscale في الحركة عندي، وباقول له اعمل لي keyframe. شايفين الحركة هنا؟ هنا حركة كاملة، فأثناء وهي ماشية في الجو في الطريق باخلّي ال هي نازلة من فوق، المقاومة كلّها نازلة كده، فبتنزل انسيابية. أنا عندي هنا 60 و60 لو أنا خلّيت مثلًا آخُد من هنا 60 وأخلّيها مثلًا 75. طَب أنا كده خدت كام؟ خدت 15 أنقّصها من العرض. ليه؟ أنا عايز نفس الحجم، يعني أنا عايز الطول والعرض نفس النظام، مش عايز أي تغيير، فاللي أنا ضِفته 15 أطرحه من الناحية التانية. شايفين؟ تعالَ بُص كده، فاضل ينزل معايا لحد ما يوصل لإيه، أخلّيه هنا إيه، العكس، هنا 45 وهنا 75. تمام؟ وأقرّب شوية من الأرض. تعالَ نشوف كده، هنا نزلت وأخدت الscale أهو، تمام؟ أخدت الحجم بتاع التصادم، بس أول ما طلعت تطلع بإيه، العكس على طول. أخلّي الطول هو اللي أعلى 75 والناحية التانية 45. بُص مثلًا أنا خبطت هنا، طلعت تاني لحد ما توصل هنا 60، 60. ليه؟ هنا خلاص بقت الكورة زي ما هي، بقت في الجو. تعالَ نشوف كده، شكلها أجمل. بُص مثلًا أهي طلعت فوق خالص، وهي نازلة خلّي الطول هو الأكبر 75 والناحية التانية أنقّصها 45. تمام؟ وبعد ما أوصل للأرض أخلّي دي 45 كده خليت العرض أكبر، وأنزّلها شوية تلمس الأرض، الأرض اللي هو السطح يعني. تمام؟ تعالَ نشوف لحد دلوقتي. تمام، بس أول ما تيجي تطلع ها نفس النظام 75 والتانية 45 لحد ما توصل هنا، توصل 60، 60. لمّا تيجي تنزل كده برضه أهي نازل من فوق وتنزل
دي بقى مش لازم تنزل 15 درجة زي ما كنا، لأ دي مسافة صغيرة، فاللي هتنزلها قليل جدًا، فأزوّد بس الطول مثلًا نخلّيها 65، إحنا كده زوّدنا 5 بس، وننقّص من الناحية التانية 5 عشان يبقى نفس الحجم، وآجي هنا أخلّيها إيه 55 العكس، وهنا 65 بحيث أمشي بنفس القانون ده لحد ما يوصل أول ما أعمل هنا المسافة قصيّرة، فاخلّيها هنا عادي خلاص 60 كده الحجم عادي خالص مش هيأثّر معايا. بُص بقى أنا عايز أعمل هنا N تمام، تعالَ نبُص الحركة، إيه رأيكم في الحركة؟ بُصّوا، تعالَ نعمل الresolution full. طب تعالوا بقى نعمل في الscale F9، F9 بالكيبورد اللي هو easy ease أو نعمل easy ease، تعالَ نشوف هتفرق معانا والّا لأ. خلِّت الحركة حلوة، فده اللي بيفرق الmotion وغير الmotion بقى اللي هو إيه الsense ده. كل ما اهتميت بشكل الحركة بتاعة الmotion عندك، كل ما كانت الmotion عندك شكل الmotion جميل. طيب أنا عايز دلوقتي بقى فلنفترض إن الجسم ده بيتفاعل معايا، يعني إيه بيتفاعل معايا؟ لمّا بييجي يخبط في الكورة فبينزل شوية وبعد كده بيطلع تاني كرَد فعل، يعني أنا مش عايزه كإنه زي ترابيزة ثابتة، بحيث برضه أدّي روح أكتر للإيه، للmotion. طيب أنا هاضيف فاكرين الvertex؟ أنا دلوقتي عايز أضيف vertex للشكل، باروح مثلًا هنا باقول له ضيف لي vertex. طب ليه عايز أضيف vertex؟ لإن أنا عايز إيه، أخلّيه متحرك. هاروح للshape تمام، شايفين الباس؟ دي أول نقطة بقى هنتكلم فيها في الشكل، لسه هيبقى ليه درس مخصص لوحده، بس خلّينا ناخد نبذة. شايفين الباس؟ تمام، أروح أقول له أنا عايز أعمل keyframe للباس ده، باس اللي هو المسار. طيب هنا أول ما ييجي يخبط معايا هنا الkeyframe ممكن أخلّي الkeyframe هنا تمام، أول لمّا ييجي يقرّب أو يخبط تمام، فأروح الkeyframe ده لازم أكون دايس على الframe تمام، شايفين؟ أعمل select على الkeyframe بالماوس وأخلّيه إيه، أول لمّا ييجي يخبط خلّي الحركة بعديها، عشان إيه، خلّيه يلمس الأول، شايفين؟ أول ما خبط عمل إيه، نزل شوية وبعد كده يطلع تاني كرَد فعل. شايفين؟ خلّي دي شوية، خلّي رَد الفعل اللي بعديها، هو خبط دلوقتي تمام، أخلّي الحركة بعديها على طول، بس أول ما خبط ترجع تاني بقى، يعني بُصّوا تمام، نعمل keyframe للباس قبل لمّا ييجي يخبط على طول، أول ما خبط فين في الframe ده، تيجي تبدأ تنزل
لازم أكون دايس على الباس الأول عشان أختار اللي أنا عامله ده، تمام، وأنزل شوية، خلّي أول ما خبط تنزل، آه، بعد كده تطلع فوق كرَد فعل، وبعد كده تنزل تاني. شايفين؟ وهنا أعمل key frame، ولازم أثبِّت الحركة الأول عشان لو أنا عملت key frame في الحركة وهي نازلة هيبدأ ياخد من آخر، هو دلوقتي بيشوف إيه، الحركة بتشوف إزاي؟ من key frame لkey frame، بيشوف آخر الkey frame وبيعمل بناءً عليها الanimation. طب أنا عايز أعمل الanimation أو حركة الترابيزة دي من آخر key frame، لأ، أنا باقول له شوف قبليها بس أنا باثبِّت الحركة قبل ما أنزّلها، تمام، وهنا أعمل إيه، لازم أدوس على الباص وأعمل select للنقطة، بصوا نزّلت، وبعديها أطلع عادي خالص. أهو نزل، بعد كده إيه، نزل الترابيزة. تعالَ نشوف بقى كده إيه الحركة كاملة. إيه رأيكم؟ الحركة بقت أحلى إزاي؟ طب لو أنا عايز أعمل دي برضه F9 على الكيبورد أو هاعمل easy ease، تعالَ نشوف الحركة تفرق معايا إزاي. بقت الشكل إيه، أجمل. يبقى في الدرس ده إحنا اتعلمنا إزاي نستخدم الposition والscale، إحنا يا دوب مراجعة position والscale، واتعلمنا إزاي الgraph editor بتعلمنا في الحركة أو بتأثّر معانا في الحركة كسرعة، سرعة الحركة عاملة إزاي، أبطّئها إمتى وأزوّدها إمتى، فده هيفيدكم جدًا في الanimation، والgraph editor ده مهم جدًا في بعد كده. وبعد كده إن شاء الله برضه هنتعامل أو نتعلم إزاي نستخدم plugin وسكريبتات تساعدنا في الحركة، بس أنت لازم تكون متعلم الأساسيات الأول، قبل ما تاخد أي plugin أو script. إيه الفرق بينك وبين أي حد تاني؟ في واحد هو اتعوّد على الحاجات الجاهزة، الحاجات الجاهزة دي أول ما يعني يحصل لها مشكلة أو أي حاجة أو في حركة معيّنة في دماغك مش هتعرف تطبّقها، لكن لو أنت متعلم الأساسيات أي حركة هتعرف تعملها، لأنك متعلم الأساس نفسه. ومش عايز أطوّل عليكم في الدرس ده، وأشوفكم المرّة الجاية إن شاء الله في درس جديد. شكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.